لاباس عليكم. المهم حاولت نقاد شعري شويه ولكن هذه خذلتني باش نقعد من الصوره النمطيه لواحد كيعاود شي حاجه زعما قاصحه. درت شويه المكياج ماشي بزاف باش نبقى قريبه من دور الضحيه. ودرت الفلتر، واخا هذا الفلتر راه يسبب مشاكل، يبقاو يقولوا لك عاوتاني كان عندك الوقت باش ديري الفلتر بكدك. واش غنقول لكم، هذه سيمانه وانا اتخبط فواحد العاصفه الداخليه اكثر من اي حاجه واحده اخرى. وكانت زوينه بزاف 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 هاد السيمانه، حيت كانت مهمه باش الواحد يعرف راسو معاه. اولا قبل ما نبدا نهضر بغيت نوجه اعتذار كبير 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 بزاف بزاف لواحد الفئه متبعاني، فئه محترمه واعيه، ماشي ضروري قرايه بزاف وداك الشيء، فئه صادقه، فئه سليمه، فئه حيت صاحبتي ديال الطفوله مسكينه كتقول لي نرجس فكرتي، حيت عارفه انا حياتي كي دازت وهي فخوره بيا. هذه صاحبتي فخوره بيا. وكاينين الناس وحدين اخرين كيقولوا لي نرجس ما تعاوديش غتندمي، هذا ظنا منهم بان القصه فيها شي حاجه عندها علاقه بما هو جنسي، حيت قلت ان قصتي شبيهه بالقصه ديال لبنى. قصتي شبيهه بالقصه ديال لبنى. علاش؟ حيت قالت واحد الكلمه كنعرفها مزيان، كنفهمها مزيان، عارفه ديك الكلمه قادره تدمرك، قادره تخليك انك واخا تكون عندك 17 عام راك ناضج وتعرض لهذاك الاغتصاب تسكت، حيت ما كانتش كتقال لك هذيك الكلمه اللي كتخليك تشك في الهويه ديالك، تشك انك مخطئ وانت باقي ما درتي حتى شي ذنب في الحياه. كانت الا طرات لك هذيك الحادثه كنتي غتمشي غتغوت غتدافع على راسك، غدير ديك لاغاسيون، حيت هذيك الكلمه هي السبب فاش قلت انا شبيهه قصتي شبيهه بالقصه ديال لبنى. ماشي خفت اللي قالوا بلي انني زعما ما بقيتش متعاطفه معاها وخفت ان الناس يقولوا ها هي انا ما كنخافش والله كنقولها وخصكم تفهموا المعنى ديالها، ماشي تشوفوها هضره في سطور. لا اخاف وانا نتعاطف مع ديك البنت ظالمه ولا مظلومه وما سوقيش وما نبقشش وراءها، حيت عارفه ان المجتمع والله تخايب ملي كيشوفوك جيتي من شي حاجه غير مقبوله بشي طريقه غير مقبوله كيلصق لك العار وكيبقى يتسنى منك تخطأ. وتخيلوا ان الحاجه الخايبه اللي طرات لها عندها علاقه بالشرف وعندها علاقه هذاك الحاجه اللي كيرفضها هي منين جيتي وتجي عنده تقول له انا راه اغتصبوني، يقول لك ويبدا عاوتاني يقول لك هذيك المكانه اللي عطيتها لك راه لهنا ما كتستاهلهاش، زائد انك ما عندك باش تثبت العكس، وزائد انك اصلا كنتي غير مقبول من الاول، انا درت فيك خير وقبلتك. اللي قالت شكون اللي كيهاجم هذا النوع ديال الناس اللي عاشوا الالم وقدروا مثلا يحققوا شي حاجه في حياتهم، كيهاجموهم ما كيهاجموهمش الناس اللي عندهم شي حياه زوينه ومرتاحين نفسيا ومرتاحين ماديا وحياتهم بخير، لا 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 لا، كيهاجموا شي واحد كيقلب على مصداقيه، كيقلب على شويه ديال ما عرفتش كيفاش نشرحها لكم، هي مصداقيه، شويه ديال انا راه كنشبه لكم وكنرفض هذه العيبه هذه حتى انا، فهمتي؟ ان اشوفوا هذا اللي خدام المصداقيه واخا هو ماشي شرعي، راه ديك المصداقيه اللي عطيتو خصكم تحيدوها له، حيت هو راه نصب، حيت هو راه شفر، حيت هو راه يقدر يديرها. عرفتي علاش؟ حيت حياته كله هو كيقلب يكون مثالي باش يعجبك، باش ما تحيدوش من ديك البلاصه اللي عطيتيها ليه، اللي نصبتي راسك انك انت هو اللي خصك تعطيها ليه وتحيدها له. المجتمع فيه ناس عايشين في سلامه مسوقين لك لا شكون انت ولا منين جيتي، بلاصتك عطاها لك الله سبحانه وتعالى وتا واحد ما يحيدها لك وغاديين ما مبرزطينش. وكاينين الناس مبرزطين حيت كيشوفوا راسهم انهم كانت داروا اختيارات مثلا ما كانتش موفقه خلاتهم انهم ابخي ما يعجبهمش الحال وهذا وحاولوا يعاودوا يرجعوا للمجتمع وداكشي، ولكن كيبقاو خايفين منكرين شي شويه، كيبقاو يقلبوا على الزلات على الاخطاء اللي ممكن تخليهم يكسبوا مصداقيه ويبرهنوا انهم تا هما كيرفضوا الخطا وتا هما كيرفضوا الاختلاف وتا هما كيرفضوا انك تكون انسان ما زوينش. ارحموا عزيز قوم ذل، حاليا نسكت حتى هما عاوتاني عزيز قوم ذل.
في الاول حطيت لكم واحد 3 الوجوه ديال هادوك الصفر كيبكي، وراه هادوك هما الدموع الوحيده اللي غتشوفوا في هاد لي ستوري. حيت البارح وصيتكم قلت لكم ما غنعاود لكم تتخلصوا من فكره ان شي واحد صارختي ريب لنا اختي الدار. شي واحد الا جاي يعاود على القصه ديالو راه كان مخبيها حيت كان كيبكي، اولا كان مخبيها حيت مخزيه، ولا كان مخبيها حيت مؤلمه، راه كان مخبيها حيت كان كيتعلم. وما خصوش تبرزطو انت في المسار التعلمي ديالو. راه العلم ما كيجيش غير من المدرسه، كان كيتشافى، كان كيتصالح، كان كيحب حياته، كان كيكون شخصيه قويه باش يقدر يخرج فيك طول وعرض ديال اللي كتفترض انه خصو ضروري يبكي. خصك ضروري يبكي، ضروري هو يبقى يبكي ديما يبكي، ما عمرو ينسى وما يبكيش، ما عمرو يتشافى وما يبكيش، ما عمرو يخليك تقول هذا دوز حالي صعب مني وما كيبكيش وانا كنبكي. في انا فوقاش كنت كنعاود على القصه ديالي وداكشي ملي كنت عاجبني هذاك الدور ديال الضحيه. حتى داك الدور الضحيه ناري اكفس دور، كيخليك تحبه، كيسهل عليك الحياه، كيعلمك العجز، كيخليك تستسلم. وكاينين شي ناس كيعجبهم تبقى تما مستسلم. حياتي لا، مشات الضحيه، حيدت الضحيه ودخلت في الحياه طول وعرض، كتكون خطيره جدا. كتقدر دير شي حوايج كبار بزاف حيت لاحت الالم وهزت الدرس. والدرس اللي كيجي من بعد ما كتلوح الالم ويلي 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 ويلي. عرفتي كتكون انسان والله تا رائع، كتكون عارف كيفاش عندك واحد الذكاء ايموشنيل خطير، كتكون انسان زوين في المجتمع. ما كتقدرش تجرح، ما كتقدرش تحقر، وما كتقدرش تكذب، وما كتقدرش تكون تافه، وما كتقدرش تقبل ان ناس يتوقعوا قبل ما يسمعوك انك غتكذب وانك باغي دير البوز. ما ترضاها. فوقاش هاد الواقعه ضروري تعرفوها ولا كركزوا معها مزيان، فهموا الاشياء، المعنى الحقيقي ديالها. نساو عليا الباز والافلام وداك الشيء. المهم واحد البنت كانت كتقرا معايا، كان فريمون لاباس عليها، واو، وانا مالي جميع مظاهر الفقر وسوء التغذيه والقحط، ومخشيه في واحد البير ديال الضحيه وجلسه تما والظلام، عندي حبل واحد هابط لي من هذاك البير هو القرايه. الا مشيت تسقلت هذاك الحبل تما بقيت، شوفوا وتما بقيت صافي ساليت، طلعت الكتبه. هذيك البنت عاودت لقيستي باش تشفق عليا، كنت ديك الساعه باقا عجبني الضحيه، باش تشفق عليا وشفقات عليا وبدات كتعطيني ومره كتهلا فيا وهذا. ولكن المقابل كان هو انني خصني نبقى نعطيها تنقال، نعطيها نجاوب لها، نمشي ندير هذاك الشيء. ولكن انا لا، ما كنبغيش، حيت انا اختي هذيك هو الحاجه الوحيده اللي قادره بها نتفوق عليك. خليني اختي حاجه وحده تفوق لي في كلشي وخلي ليها هذه. ما بغاتش وهي تقول لي انت كتكذبي ونصابه. هاد الواقعه ضروري اختي، راه ما نصابه ما والو، انا راه باغا نبان عليك بشي حاجه دايرها بيدي بدراعي، هي الوسيله الوحيده، طريقها طويله ولكن كتوصل. ايوا صافي تما وانا نقول لا، كاينين شي ناس باغيينك تبقى ديما ضحيه، باغيين يبقاو يشوفوك ديما بكاي، حيت خطر كبير بزاف انك الا تجردتي من هذيك الصوره، الا تجردتي من هذيك المينوط، هي هذيك الضحيه. والله صافي من تما ما عمر شي حد عاود سمع قصتي نهائيا، حيت كنقول انك ما غتفهمش ان هادشي اللي واصله انا دابا وانا كنهضر معاكم راه هو فعلا كملت الرحله. فهمتوا؟ كملت الرحله، كملتها وفهمت وتعلمت ولحت الالم، وجيت كنهضر وانا فاهمه الدرس، فاهمه الحظ اللي كان عندي، فاهمه الدروس اللي تعلمت واللي عطاهم لي سيدي ربي. اختي راه ما نصوص لي ستوري اللي فاتت ويطلع لي انستغرام فيديو ديال لبنى كتبرر المشكل ديال الفلوس وداك الشيء، وكتحاول انها توضح وتحافظ على الصوره. انا بلاصه ما نهضرش على داك الشيء، انا بلاصه نرجعكم معايا بعدا نجي نتفاهموا على الطفوله، عاد نشوفوا اجي نتفاهموا على هذاك الطفل الصغير اللي تحقر وتهان وخربقتوا له في البارامتر ديال الهويه ديالو، ولا كيحس براسو مذنب ويلا عنده 3 سنين كيقول انا فوقاش درت هذا الذنب، او هذاك الشيء كيتلغى. وكنجيو نعاتبوا ونعاقبوا ونلوموا ونديروا اجي نلوموا الاخرين، لا هذاك راه كان طفل. المهم انا عارفه علاش كيطرا هادشي هذا، طرا هادشي هذا لبنى، حيت لبنى كنحس بها انها باقا كاينه شي حاجه ناقصه، حيت ملي كانت كتعاود كانت كتهضر على شي مراه دافعت عليها. ملي هاد النوع ديال الناس اللي كيكونوا فريمون تكرفص عليهم المجتمع، ملي كيكون عندهم شي سند واخا غير صغير كيخربق لهم الدرس. داك كتبت لي طولتي علينا كنتسناو القصه،
باغاني نزرب فهمتوا، باغاني ندير لكم ميني فلوغ ميني فلوغ ديال القصه ديالي. شتي قصتي كنعاودها لاختي ساره كتبكي وانا ما كنبكيش، كنقول لها ويلي ساره كتبكي، ملي بقى جيت تشوفيها علاش وعلاش وعلاش علاش وعلاش وعلاش، كنخليها مصدومه. وانا راه عندي دابا هاد في شهر 11 نكمل 40 عام. 40 عام في شحال ديال طاني المينوتاج، شحال تبغي في شحال ديال الوقت بغيتيني نعاودها لك؟ في ستوريات ولا فيديو في يوتيوب فيه شي نص ساعه، ولا ريل، ولا فيديو في تيك توك، ولا عرفتي شنو، ستوريات وصافي يتمحاو والغد ليه يتبارطاجاو. تلقاي مثلا فيديو صغير فيه شي 5 ثواني فيه هذه راه تصدات فيه وشوفوا الافلام كي دايرين، شي واحد كاتب لتحت انا بعدا تيقتك شوفي مع الاخرين عرفتي هاد الكومونتير داك تبت. بغيت نقول لكم نشعر، بغيت نقول لكم واحد الحاجه نلمح لها ونزيد. انا عندي باك بلس 8 وان شاء الله يا ربي في شهر زعما بدايه السنه الدراسيه غنبدا الدكتوراه ديالي باش نوصل لشي حوايج كبار وكبار 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 وكبار. والحمد لله قريت وكنت متفوقه دائما، وخا الابتدائي كنت كنهز الكتوبه في الميكا، ما كانش عندي كتوبه كنقل التمارين نجي نخرج. المهم كانوا الاساتذه الصراحه متساهلين معايا شي شويه في المساله ديال المقرر اللي ما عنديش. هاد الشيء هاد المسار هذا كامل خلاني، والحياه ديالي اللي كانت صاخبه وزوينه خلاني يكونوا عندي بزاف ديال الافكار كنقادهم راسي، كنخدم عليهم، كنقلب. سورتو انا في هذيك باك بلس 8 هذيك الويت راه فيها واحد لا بسيكولوجي، فيها البسيكوثيرابي، فيها بزاف د الابتكارات، فكانوا عندي افكار. والبارح لحت لكم واحد الفكره اللي هي ديالي، ما تلقاوها في كتاب، انا ديالي ما تستغربوش انا شويه ديك الفكره اللي كانت البارح والله حتى ديالي براءه الاختراع، وافتخر. قولوا اللي بغيتوا سيروا قلبوا عليها في شي كتاب لقيتوها اجيو حشموني. هي ان الواحد كاين جوج انواع الناس في المجتمع، واحد كيعاود انتاج نفس داكشي اللي عاشو كان زوين كان خايب، كيعاود يكرر نفس داكشي، هذيك الصيروره بقرق بقز تقرق. اولا واحد كيحبس، هذاك اللي كيحبس كيكون فريمون عاش يا اما الم حقيقي ديال بصح، وكيقول ستوب انا شجاع والله ما نعاود نورث هذا الشيء هذا لولادي، وهذه هي انا. وكاين وحدين اخرين كيكونوا عاشوا في الفشوش، عاشوا في الترف، عاشوا في الضياع ديال التربيه، زيرو تربيه، اخطاء تربيه فادحه، وتما واخا كتكون عائلاتهم كلها محافظه ولا زوينه ولا متخلقه، كيجي هو كيشقلب لهم كلشي وكيدير القطيع مع داكشي الزوين وكينتجوا الم جديد. عاوتاني سير فوقاش يجي شي واحد شجاع في ديك السلاله باش يوقف، ما شاف هادي حتى واحد، ابقى فيا الحال. الفكره اللي هادشي هذا تشوفوه بزز منكم، هذيك الفكره الوحيد اللي بارطاجاها وهتم بها هو واحد السيد كيدير لا بسيكوثيرابي، بارطاجاها وجا عندي وقال لي راه بارطاجيتها ومشيت وفرحت، قلت اخيرا شي واحد قاري وفاهم هاد الدومين بارطاجا فكرتي. يعني انا واعره قنعت هاد السيد هذا اللي هو ماشي عادي. دخلت لي كومونتير وانا لقيت 3 ديال لي كومونتير. الاول كيقول لي من فيلم الفيلم اختي الله يعطيك العزه ما دراك فيه حفظتهم. الثاني كيقول هادشي هذا كتقوليه وما عمرك درتيه، حسن عوام بناتك مساكن. ثاني والثالث ياك اختي يلاه قلتي لنا ديك النهار خالك اغتصبك، يا ربي الحبيب اسمح لي هاد الكلمه حبيبي مسكين مريض الله يشافيه يا ربي. وهذاك السيد علمني الفن، دار معايا واحد الحاجه ما عجباتنيش، من بعد انا مسامحه دنيا واخره، ما عمره تجرأ هاد راجل. وانا نقول نرجي ستوب، هاد 3 ديال لي كومونتير هما الناس اللي غيسمعوا قصتك، واش يستاهلوا هاد الناس يسمعوا قصتك؟ وهادشي هذا نسولكم واش كتصوروا ولا كتجاوبوني، واش هاد النيفو هذا اللي كنهضر لكم عليه ديال واحد جايب ديجا كومونتير واجد من الفيسبوك، كومونتير واجد من شي قنت مخليه كتلقاه كيتعاود، انا تيقتك شوفيها معاهم، الا ضحك شي واحد في الاول كينزلوا كاملين ضاحكين، الا شي واحد يبغي يطلع عليه المورال، فلان كيعيط ويقطع، يبغي يزيد يطلع عليه يهبط ليه المورال، وسعدات وفلان هو اللي عقهرب. هاد الخلط ديال المواضيع وهاد المحاوله ديال انه يبخس شنو كتقولي بلا ما يسمع، كيسمعوش كيكتبوا وكيمشيو وكيخليوك انت عشتي حياه طويله ما باغاش مسكينه مبلوكيك، ما باغاش تبكي معايا، ما بغيتش انا نبكي. هاد النوع غيخليك تعاود القصه، وعطر تخرج وتدافع، وعطر ابخي تخرج وتبرر، ومن بعد غيبقى مجرجرك حتى غيخليك تخرج كتبكي باش تقنع.
نسولكم واش هذوك الافكار المسبقه اللي موجودين هم ما عندكمش الحق تلصقوهم فيا، وحيت عرفتكم تلصقوهم فيا حد داكشي ديالي راه اكبر. نقدر نقول لكم فريمون انه يقدر يكون اكبر بوز ونقدر ندير منه بزاف ديال الحوايج، ولكن لا انا ما نحطش القصه ديالي، ما نبيعهاش لمن هب ودب. كاينين ناس واعرين ولكن كاينين من هب ودب. ما غنبيع لكمش قصتي باش ناخذ 2 دريال اللي نقدر ندير بهم فيلا والناس وحدين اخرين يعيشوا منها ويبارطاجيو وفي الاخر فين هي قصتي؟ فين هي؟ شتي ربي والله تا يغضب عليا حيت ما نكونش عطيت قيمه لداك الشيء ديالي. شتي بناتي غيشوفوني تافهه، غيشوفوني ويلي ماما شتي هادشي كله، شوف انت كي ام واعره وهاد وحنينه واعره انا كأم. يقولوا علاش ماما درتيها؟ شو هذا كي كيهضر عليك؟ فريمون كاينين شي حوايج اللي انت مثلا كراجل تحط فيهم ما تزططش راسك، وكاينين بنات اللي تعطيهم ماشي جوج صغير. عرفتي كيعاودوا لي شي بنات شي حوايج مثلا شي مشكل خلاها مثلا تخرج الطريق كنبقى نقول يا على هادشي خرجتي الطريق. اذا انا راه كان عندي الحق مع شنو ندير، ولكن ربي كان واقف معايا، كان حاميني، كان سند، كان رحيم، كان الحق، كان العدل، كنت تايقه في ربي وبقى تايقه في ربي، وتايقه فعلا انه بحال غنبخس هذاك المجهود. ما عرفتش واش نقدر نقول مجهود ولا لا، ولكن غنبخس هذيك الوقفه ديال سيدي ربي معايا. ما درتش انا هادشي كله، ما عشت هادشي كله باش نجي نعطيه لك انت ديرها ولا تقطعو وتحط لي مقطع صغير وتجي وحده تقول لي قولي لنا على كار اللي دايره. ما نقبلش اللي قال خفت ما كنخافش، والله ما كنخاف فريمون. كاينين عرفتوا شنو غنحطو في اليوتيوب، غنحطوها ساره في اليوتيوب باش نربح فلوس الان ناريش هاد الدخل. ولكن عرفتي شنو المشكل؟ غتلقاي شي كيكه تحت منك اولا شي لايف شي لعيبه ولا شي معيوره تحت منك ولا فوق منك. تا هاد البلاصه ما زويناش، تا هاد البلاصه صراحه ما زويناش. انا بحال قلت وتحمست وقلت انا عاود، ولكن لا عندي لكم فكره اخرى، فكره مناسبه ليا، فكره مسلكاني، فكره تعطيني حريه اكبر، وغيقدروا هذوك الناس اللي فعلا يستحقون انهم يعرفوا هذا الشيء يعرفوا قصتي. ولكن هادشي هذا غنديروه باش نحميها، باش نعطيها لا فالور ديالها، وباش نكون فخوره براسي. انا ما باغاش فلوس ديال ادز بس باش نسكتكم. انا ما بغيتش هادشي يربحوا بيه. انا شي نهار نهز جلابيتي من هاد السوشيال ميديا وتعرفوني فين مشيت. عرفتوا شنو؟ نتوما بقيتو كترطاو تعلموا تسكتوا، شوفوا الحاجات حكموا عليها واش كذبه واش بصح واش بوز واش ماشي بوز. شوفوا الناس اللي فاهمين وواعرين، وماشي ضروري قرايه بزاف، ولكن غير بنادم يكون صادق وزوين وقلبه بيض وطاقته زوينه. بقاو دخلوا صاحبي لي كومونتير، بقاو تكتبوا لي كومونتير، حيدوا علينا هذاك الشيء ديال الشر وتوزيع ديال الكراهيه هكاك بنادم مكارفس في حياته كيجي يخرج فيك داك الشيء. دخلوا بقاو تنقيو لنا شي شويه لي كومونتير. راه ما بقيت انا بعدا كنلقى ما ندير، ما كنقدرش نحط والو. شوفوا اخر حاجه حطيتها راه ما كنبقى نقول ولمن. ولهذا هذوك الناس الواعرين اللي متبعيني، فانا قررت واحد الحاجه زوينه بزاف، حاجه اللي كنعرف نديرها مزيان، وحاجه اللي كنت ماجلاها من بزاف مي دابا جات الوقيته، حيت هذه هي احسن وقيته. غنصدمكم. وقيل هذا هو الباز، هو انك ما ديرش باز. وقيل ما عمر شي واحد فكر يديرها وما عمر شي واحد يديرها. غنفاجئكم، والله غنفاجئكم، ولكن هذا اختيار ديالي، حيت داكشي عشتو انا وداكشي انا اللي عارفه على فالور ديالها. بغيت ماشي نكرفص، ولكن صعب شي شويه الوصول لهذه القصه هذه، حيت ماشي عاديه، وبغيت تحط في المكان ديالها. بغيت بناتي يكونوا فخورين بها. لهذا قررت انني غنكتب الروايه ديالي، غنكتبها، غنبدا ان شاء الله نهار الاثنين، غنخرج فيها كاع داكشي اللي ما نقدرش ميم نخرجو في السوشيال ميديا، اللي غنكون شويه متحفظه في شي لعيبات، غنهضر على داكشي كما انا عشتو، حيت انا عشتو وانا طفله صغيره. فانتم خصكم تقبلوه، حيت راه ديجا داز على واحد الجسد صغير جدا. يعني يمشي لهذيك الروايه الشخص اللي هو باغي يقراها وعنده استعداد وقابل انه يتيقها ويتدمج معها يعيشها.
هذوك هما الناس اللي بغيتهم يعرفوا قصتي. يعني باش توصل لها خصك تلبس عليك وتركب طاكسي ولا طوموبيل وتمشي تشريها وتجي وتسهر وتقراها. عارفه هذا الاختيار هذا صعيب ياخذوا شي واحد، ولكن بغيت نكون اول وحده غدير البوز في كتاب. ما بعدا شي ناس غيكونوا شي اول مره غيمشيو يقراو كتاب. بغيت حتى هادوك النيت اللي واجدين بالاحكام ديالهم يمشيو ندير فيهم خير، يكونوا اول مره قراو كتاب في حياتهم. ما عرفتش هذه هي البلاصه المناسبه ليا ولقصتي، حيت ما كانتش سهله حتى الوصول ليها ولا المعرفه ديالها ما خصوش يكون سهل. صافي انا دابا فرحانه ساتيسفيت. عاجبني راسي. شتي انا نحول لكم تبرقيق من الانستغرام والسوشيال ميديا والتفاهه، نحول لكم الكتاب والورقه والقرايه. هذه حاجه زوينه انا فخوره بها. هذه اول مره قيله كدار صراحه، هذه اول مره كدار. تخيلي موينه ما تكتب كتاب. المهم كل واحد كيهضر مع الناس اللي كيفهموا. هذا انتقاء فرضته انا، وانتقاء زوين، حيت بحال هادشي هذا ما كيتعطاش غير هكا كيطلع لك وكتصادف مع هادشي هذا، خصك تمشي تقلب عليه باش كتكون مستعد. المهم سمحوا لي الناس اللي كانوا، والله حتى كنت نعاود، ولكن الحمد لله فقت اليوم وتوقدت وانا فرحانه بزاف بزاف بزاف. هذه هي زوينه هذا الاختيار، وحق الله حتى زوين حتى بناتي يكونوا فرحانين وتا انا. ما نقدر نكتب بزاف ديال الافكار وبزاف ديال الحوايج، غتقدر تهضر مع واحد النوع ديال الناس اللي مستعدين وقادرين يديروا مجهود باش يفهموك، فهمتوا؟ ماشي جاي عندهم هكا طلعتي لهم في التليفون باش نيت. حبسوا راه ماشي كلشي كيبغي يدير البوز، ماشي كلشي تافه، ماشي كلشي كيكذب، ماشي كلشي. راه كاين الناس اللي فريمون ما محتاجينش لهذا الشيء هذا كامل، ما محتاجينش. انا راه كنعيش بسيطه، داري بالكريدي، طوموبيلتي داوها لي السيزي، عندي طوموبيله الكرا، انا كنخدمها باش نعيش، ما كنجمع، ما كندير حتى شي حاجه في الحياه ديالي. هذا انتقاء انا حدث صغير قاد هكا في حياتي غايدير البوز، ولكن انا ما حاولتش صاحبي. انا عزيز عليا حياتي، ما كنبغيش ما نعطي. انا حدث صغير قاد هكا في حياتي غايدير البوز، ولكن انا ما حاولتش صاحبي. انا عزيز عليا حياتي، ما كنبغيش ما نعطيها لكش هكا زعما بحال انا عطيها لك باش تعطيني هذيك الحياه الفلوس. لا انا طوموبيلتي انا اللي مشيت حطيتها حيت كريدي، وحسيت بربي كيعاقبني على هذاك الربا، مع العلم انه ما عاقبنيش على الربا ديال الدار حيت عرفني محتاجه المأوى. اما الطوموبيل تعلقت فين نتفلق، كان ممكن نشري طوموبيل صغيره ورخيصه، ولكن انا لا، مشيت بعد، فمشيت حطيتها وهربت منها. مظاهر خليناهم ليكم، والكذوب الله يعاون اللي كيديروا، والبوز الله يعاون اللي قادر عليه. وانا خليوني مع روايتي، صافي خليوني مع روايتي. ولكن نقدروا نديروا شي حاجه اخرى، مثلا نصاوبوا كيكه، خليونا في المحتوى نصاوبوا كيكه.